اللي يقول لك هذا يعني مو قضيتي وعادي والأمر لأ، في خلل، في خلل جدًا كبير فيه. شنو مو قضيتي؟ إذا أنت مسلم موحد لله جل جلاله وأشرف أرض غُصبت منك وتقول مو قضيتي، أصلًا ما في منطقة رمادية في هذا الموضوع، يا تكون معانا يا تكون معاهم بس، لا تقول لي أنا مسلم وعادي لا، لا، لا مو عادي، عادي عندك أنت، المنطقة الرمادية منطقة المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المسلم الموحد لله جل جلاله عنده أمر واضح وبوصلة واضحة، التوحيد يحكمه. هذا مسرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملتقى الأنبياء، تقول مو قضيتي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى المسجد الأقصى كعدد سنوات، يمكن هذا أول مرة تسمعها، أكثر من صلاته إلى مكة، فهو أولى القبلتين، ملتقى الأنبياء، غالب الأنبياء ترى في هذا المسرى الشريف. بعدين الله عز وجل لو لاحظت في سورة الإسراء، سورة كاملة بالقرآن، أعظم كتاب مسمى بهذا الاسم، بدايتها سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله عز وجل ألم يكن قادرا على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من غير الإتيان إلى المسجد الأقصى؟ من مكة مباشرة إلى لا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أشرف أرض غصبت من المسلمين،